السلام عليكم، اهلا بيكم حلقه جديده في برنامج الملعب. والنهارده هنتكلم على مباراه برشلونه وختافي في الجوله الاولى في الليجا واللي انتهت بالتعادل 0-0. مباراه تحت عنوان الغي الانذارات والجدع يطلع من الملعب. الغي الانذارات والذكر فيكم يطلع من الملعب، او على الاقل يطلع في الملعب ما فيهوش حاجه، يعني في حاجه سليمه. اللي هيطلع سليم يبقى هو في حاجه غلط من الماتش ده. ماتش كله عباره عن ماتش مصارعه، ملاكمه، ضرب، غباء، استفزاز، غباء عقلي وغباء في التصرفات، غباء من كل حاجه. ماتش يعني مش حلو. يعني اللي مستني كوره من الماتش ده لا، ما حصلتش كوره. اللي مستني مشاهد او لقطات كده فرديه حلوه لا، ما حصلتش. اللي مستني تكتيك او حاجه حوجات بسيطه قوي. اللي كان بارز في الماتش ده نجم الماتش كان الحكم وطريقه لعب غتافي او خط دفاع غتافي، مع ان نقدر نقول ان ال11 كانوا بيدافعوا يعني، بس ما عادي. اول حاجه عايزين نتكلم فيها، برشلونه دخل الماتش عامل ازاي؟ دخل بخطه 4-4-2 اللي تشافي اعتمد عليها من السنه اللي فاتت قدام ريال مدريد في السوبر، واللي كمل بيها نص الموسم. تير شتيجن، اراوخو باك يمين، كوندي، كريستنسن، اليخاندرو بالدي، 4 في نص الملعب، ديونج وجنبه اوريو روميو، بدري، جوندوجان، وقدام رافينيا على اليمين، وليفاندوسكي مهاجم صريح. بدايه الماتش بتقول ان غتافي نازل يكلح. انا هنزل راصص الرصه بتاعتي 11 ورا، الذكر يعدي، انا مش هخلي حد يعدي، انا مش هخلي حد يعمل اي حاجه. انا عن نفسي كغتافي مش عايز العب كوره، انا مش ههاجم. وخلي الكوره معاك يا برشلونه، دورها على طول ال 90 دقيقه، طول ال 100 دقيقه اعمل. بص، لو من هنا لبكره مش هتجيب جول، وانا مش عايز اجيب جول مع اني بلعب على ارضي. يعني الدفاع مش وحش، الدفاع اسلوب في الكوره واسلوب مهم، وياما فرق كسبت وياما مدربين عظام لعبوا بيه. بس اللي بيدافع عنده جزئيه هجوم، عنده جزء فني. هلعب على الركنيه، هلعب على الفاول، هلعب على المرتده، عندي لعيب سريع هلعب على سرعته. انما ختافي مفيش. ختافي دفاع صرف، هو ضلم الدنيا، انا هقف، انا هلعب، هو انا هلعب دفاع ان كان عاجبك. طب في المقابل برشلونه عرف يعمل حاجه، برشلونه شغل عقله، عشان كده قلنا كان في غباء شويه. ليه؟ برشلونه انا نزلت لقيت ان الماتش مكعبل. انا كتشافي وانا اللعيبه الخبره، او اللعيبه اللي خلاص بقى عندها خبره في الليجا، واللعيبه اللي طول عمرها خبره زي ليفاندوفسكي، زي جوندوجان، زي ديونج، زي اراوخو، زي شتيجن، وزي تشافي بره على الخط، لقيت الدنيا كده اهدوا. الدنيا اصلا لوحدها عماله تتشد، واللعيبه عماله تضرب، واللعيبه عماله مش عارف ايه. كان في المدافع بتاع الختافي اللي اسمه سواريز ده، اللي هو اخد انذار في الدقيقه 80 ولا 75، ده المفروض يطرد من الدقيقه 10. عمال يدي كتف للمندوسكو، يدي كتف لرافينيا ويستفز ده. اهدوا، هم بيعصبوكوا، انتوا رحتوا على حجرهم. رافينيا بالسلامه. رافينيا من كتر العصبيه ما عداش لسه نص الشوط الاول وراح مدي كوع للولد، طرد يا باشا، وطرد مباشر. يعني انت ممكن 3-4 ماتشات ما تلعبش وانت عارف ان فرقتك في حاجه ليك، خصوصا بعد ما ديمبلي راح باريس. انت كده لبست فرقتك في الحيط. الله اعلم تشافي هيلعب بمين الماتشات اللي جايه، وانت عنصر مهم من السنه اللي فاتت، ولما ديمبلي مشى بقيت عنصر اهم. بالحركه اللي انت عملتها دي انت وديت فرقتك في حته تانية. دي ماشي، ما عندكش حته الذكاء دي. المفروض المدرب على الخط يكلمك، لاعيبتك تكلمك. بس ارجع واقول برضو ان غصب عن لعيب برشلونه، وده مش مبرر ان اللعيب يطلع من الماتش ده ذكاء وغباء من لعيب ولعيب، بس انت لقيت الدنيا مشدوده. ما ينفعش تنجرف بقى اللي هو ايه، هي ختافي ناس تعمل كده. انا رحت معاهم على السكه دي وعصبيه ومش عارف ايه، وواضح ان الحكم وحش، والحكم مش هيعمل لك حاجه، والحكم هيجي عليك، والحكم شايفك متعصب. فخلاص انت الزبون بتاعي، انت اللي متعصب، انا هديك انذارات وهيبقى ليا الحق. انا هطرد لك المدرب بعد اللعيب بتاعك وهيبقى ليا الحق براحتي. انت راجل متعصب. ده الجزء اللي كان بارز قوي في الماتش، ده الجزء اللي كنا كلنا يعني واخدين بالنا منه في الماتش. طب هنتكلم في الجزء الفني. الجزء الفني اللي بيخص ختافي مفيش. يعني لو حد مستني ان انا اتكلم في حاجه فنيه لختافي مفيش. نتكلم في الجزء الفني اللي يخص برشلونه. ايه هو؟ لا، برشلونه عنده حاجات كتير عايز يشتغل عليها. تشافي عنده حاجات كتير عايز يشتغل عليها. عندك الجمله اللي بتلعب عليها من البري سيزون، انك هتلعب ب3 مساكين. بالدي هيقطع الجناح الشمال مع رافينيا عشان تطير تفتح الملعب، وعندك في العمق اللي بيدوروا الكوره جوندوجان، بدري، تحت منهم ديونج واوريو روميو للتغطيه. وطبعا ليفا بينزل يشترك في الكوره، ليفاندوسكي بينزل يشترك في طريقه اللعب، ولو في كروس او حاجه بيبقى اول واحد داخل ال 18. ماشي تمام، طريقه كويسه من السنه اللي فاتت وانت بتلعب عليها على تشافي، الدنيا جميله.
بس فين حلولك؟ لما انت نزلت قدام فرقه مقفوله ضبه ومفتاح ورسم لك ال11، فين حلولك؟ فين حلولك؟ اكتر حاجه كل الناس بتقول عليها للاعيبه برشلونه او لفرقه برشلونه من سنين او من ساعه ما ميسي مشى، فين الشوط اللي من بره ال 18؟ فين؟ ليفاندوسكي بيعرف يشوط وبينزل يشترك في اللعب ما بيشوطش. جندوجان ما بيشوطش. الوحيد اللي تحس ان هو عنده تعليمات او عنده حته جرأه في الشوط هو اوريو روميو، اللعيب اللي لسه جاي جديد. شاط وشاط واحده كمان في البري سيزون، جاب واحده في العارضه قدام ريال مدريد وبقى بيجرب حظه. لازم تشافي يبدا عنده حلول. انت هتلعب ماتشات كتير قوي في ملاعب بره ارضك، بره الملعب اللي انت بتلعب عليه، قدام فرق هتنزل ترص لك ال11. وملاعب الدوري الاسباني سخيفه، سواء ملعب غيتافي، ملعب جيرونا، ملعب ريال مايوركا، ملعب زي اشبيليه. بس اشبيليه هتهاجمك شويه، انا بتكلم على الفرق اللي هتنزل ترص الرصه بتاعت ال11 لعيب. انت محتاج حلول. هتفضل تدور الكوره قدام فرقه رصه ال11 لعيب، دورها لحد بكره مش هتعرف تجيب جول. العب بالعرض وادي الكوره من هنا وادي الكوره هنا، لانك مصر تجيب جول عن طريق انك تخترق العمق، انك تلعب تيك تاك جول، او تلعب انتو مع حد، او تعمل تشيب جوه ال 18 لحد جاي يشوط. مش هيحصل. ما تشوط من بعيد، ادي تعليمات انك تشوط من بعيد، ادي تعليمات للكروسات، يعني انا عجبني قوي في اخر ربع ساعه لما نزل لامين جمال المغربي الرهيب، جناح مغربي رهيب عنده 15 سنه، في تريكه كده انا مش عارف دي تعليمات من تشافي ولا خلاص لما اللعيبه لقت ان الدنيا مقفوله. لامين جمال بقى فاتح اللاين اليمين، اول ما بياخد الكوره ويكسر على عدله شماله بلاقي اراخو طالع يجري يدخل جوه ال 18 عشان لامين جمال يرفع الاوفر. ولا اوفر كان عدل، بس اهو حل. لو اشتغلت عليه في التمرين او حل هينفعك، هيدوس معاك، هيزق معاك في الماتشات اللي زي دي. ارفع اوفرات كتير، عندك اراوخو وعندك ليفاندوسكي وعندك اوريو روميو وعندك كوندي وعندك كريستنسن، يمكن تخبط في حد يا عم وتدخل، يمكن حد يستلمها استلامه غلط وهي نازله حد يشوطها. انما هتفضل طول ال 90 دقيقه عمال تدور الكوره؟ لا مش هيعمل لك حاجه. في المقابل بقى لو بتلعب قدام فرقه عندها تريكات ولا عندها حته المرتده بتعرف تلعبها صح، هيدخل فيك جول. برشلونه لما بيمسك الكوره ولما بيقابل فريق دفاعه متاخر زي غتافي بيبقى اول لعيب في دايره، يعني نص الدايره كده لعيب في برشلونه، اللي هو مثلا كوندي، اللي هو كريستنسن، وكل بقيت نص ملعب برشلونه فاضي بيقول يشتري. لو فرقه بتلعب على المرتده صح هتضربك بجول وهتضربك باثنين. غتافي عشان كانوا نازلين لاغيين دماغهم، لاغيين فكره الهجوم. هم كانت لما بتاخد الكوره ما بيعملوش اي حاجه، يقعدوا يجروا الكوره تتقطع، او يجروا يرفعوا والكوره تتقطع، او يجروا يمدوا الكوره وياخدها هاشتاج ويبدا هجمه. انما انت لو بتلاعب فرقه زي اشبيليه، يوسف النصيري ولا كومبوس ولا راكيتيتش، لو بتلاعب فرقه زي فياريال، لو بتلاعب فرقه زي فالنسيا، لو بتلاعب فرقه زي اتلتيكو مدريد بيعرفوا يعملوا مرتده بشكل سخيف، لا ده انت مش هتعرف تجيب اجوان وهيدخل فيك اجوان. لازم تشافي يشتغل على الحاجات دي. الموسم طويل وانت عندك تشامبيونز ليج، انت عندك كاس، عندك سوبر، عندك دوري. ما خسرتش اول ماتش السنه اللي فاتت، تعادلت على ارضك كمان قدام ريو فيكانو، وبعد كده خدت الدوري. بس لازم تشتغل على نقط تطلع لك حلول في الماتشات اللي هتبقى مقفله. واعتقد تشافي عنده من الذكاء والخبره في سنه ونص من الليجا اللي يخليه يشتغل على الحتت دي. بس ده كان كلامنا، كانش فيه كلام كتير في ماتش برشلونه. ماتش زي ما قلنا كان عباره عن ماتش مصارعه، وهنشوف في الجوله الثانيه برشلونه هيعمل ايه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات ثانيه قريب. مع السلامه.